السلام عليكم متابعين قناة ملخص أفلام فاخر من الآخر. قبل ما أبدأ الفيلم أو أي حاجة حابب أشكركم على 1500 مشترك، وإن شاء الله نوصل ل10,000 أو أكتر. وعشان نوصل اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بتبدأ أحداث الفيلم في المستشفى، وبنشوف الدكتور يونج وهو بيلم حاجاته عشان يرجع لبيته بعد ما خلص شغل، وبتجيله مكالمة من زوجته بتفكر إن عيد ميلاد بنته النهاردة، وبيتنبه عليه إنه ما يتأخرش، وبيقول لها يونج إنه اشترى هدية لبنته وقدامه ساعتين ويوصل البيت. وبيخرج من المستشفى وبيركب تاكسي، وفي الطريق بيتكلم معاه السواق وبيديله جرنان وبيسأله عن الفيروس، وبيسأله إذا كان حقيقة أو كذب. وبيقطع كلامهم اتصال من قسم الطوارئ، وبيطلب من يونج إنه يرجع للمستشفى عشان في حالة حرجة. وبيطلب يونج من السواق إنه يرجع للمستشفى، ولما بيوصل للمستشفى ما بيرضاش السواق ياخد منه فلوس عشان بينقذ أرواح الناس. وينجو بيشكر وبيدخل للمستشفى، وينجو بيتكلم مع الممرضة وبيعرف منها حالة المريض، وبتقول للممرضة إن المريض عنده 40 سنة وعمل حادثة بالعربية وسبب في كسر ضلوعه. وبيشوف يونج الأشعة وبيقول لها إنه محتاج عملية جراحية، وبيتصل بقسم تمريض وبيطلب منهم يجهزوا أوضة عمليات فورا. وبيلاحظ إن في صحفي بيصور في المستشفى، وبيروح ليونج وبيتكلم معاه، وبيبان من كلامهم إنهم يعرفوا بعض. وبيقول ليونج إنه قرا الخبر اللي مكتوب في الجريدة وده خبر مش حقيقي، وبيحذر يونج ما ينزلش صوره في أي خبر عشان ده يسبب له مشكلة في شغله. وبيقول له الصحفي إن الخبر حقيقي والفيروس موجود، وإنه شاف بنفسه ناس مريضة بيه، لكن يونج ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بنشوف ممرض اسمه جون بيروح على قسم الطوارئ وبيتكلم مع رئيسة التمريض اللي اسمها يونج، وبيطلب منها إجازة عشان مسافر. وبتوافق يونج، لكن بتكون مريضة وعندها حمى وضيق تنفس، وبتطلب منه يبعد عنها عشان ما يتعديش. وبعدها سواق التاكسي بيدخل للمستشفى وبيروح عند موظفة الاستقبال وبيديها شنطة، وبيقول لها إن الدكتور نسيها معاه في التاكسي، وبيسألها على مكان الحمام وبتقول له على مكانه وبيشكرها وبيدخل. وبعدها يونج بيخلص العملية وبيروح عشان يغير هدومه، وبتتصل بمراته وبيعتذر لها عشان اتأخر وما جاش لغاية دلوقتي، وبيحاول يفهمها إنه اتأخر غصب عنه عشان حالة الطوارئ، لكنها بتقول له إنه دايما بيقول كده وإنه مهمل في مواعيده. وبتنادي عليه موظفة الاستقبال وبتقول له إنه في سواق تاكسي سأل عليه، وبتديله الشنطة بتاعته وبيشكرها يونجو وبيسيبها وبيمشي. ولما بيجي يخرج من المستشفى بيتفاجأ إن الأبواب بتقفل من بره، وبيستغرب يونجو وبيروح يخرج من الباب الخلفي، لكن بيسمع الأخبار وبيعرف إن الفيروس انتشر في المستشفى، وبيعرف إن المستشفى هتتحط في الحجر الصحي لحد ما يتأكدوا من عدد المصابين. وفي الوقت ده بيحصل فوضى في المكان والناس بتخاف وبتحاول تخرج من المستشفى، لكن الشرطة في الوقت ده بتحط حواجز وبتمنع الناس إنها تخرج أو تدخل المستشفى. وفي المستشفى بيغمى على مريض فجأة وبيقع على الأرض، وبيجري جون عشان يطمن عليه، لكن الكل بيكون خايف يقرب منه عشان فاكرين إنه عنده الفيروس وبيبعدوا عنه. وبتيجي دكتورة اسمها جين وبتكشف عليه وبتقول له إن عنده ضيق تنفس، وبيساعدها جون وبينقلوه على السرير. وبعدها يونج بيروح لمكتب مدير المستشفى، لكن بيلقى عنده ناس كتير ومش فاضي، وبيطلب من الدكاترة والممرضين إنهم يشوفوا شغلهم وإنه هيشوف حل ويخرجهم من المستشفى. وبيحاول يونج يشوف أي باب طوارئ يخرج منه، لكن بيفشل وبيحس بالإحباط. وبيشوف الصحفي اللي لسه قاعد في المستشفى وبياخدوا الأوضة لوحدهم عشان يقدروا يتكلموا مع بعض، وبيقول له إنهم محبوسين بسبب الخبر اللي كتبه في الجريدة. وبيسأل الصحفي إذا كان عارف حاجة تانية، والصحفي بيقول له أنا مش عارف حاجة غير اللي كتبتها في الجريدة. وبيطلب منه يعرف أسامي الناس اللي اتصابت بالفيروس. وقتها الشرطة هتسمح للناس السليمة إنها تخرج من المستشفى، وبيشوف قرايب المرضى والعاملين في المستشفى بيكونوا عاوزين يطمن على قرايبهم، لكن الشرطة منعاهم من الدخول. وبيشوف الخبر انتشر في التلفزيون وكل الصحفيين بيتكلم عن المستشفى والفيروس اللي أصاب عدد كبير من الناس. وبعدها جون بيروح لجين عشان ياكلوا مع بعض، وبنعرف إنهم بيحبوا بعض ومتفقين إنهم يتجوزوا. وبيقول لها جون إنه هيسافر، وبتفرح جين وبتفكر رايح رحلة، وبتقول له إنها هتسافر معاه، لكن جون بيقول لها إنه مش رايح رحلة وإنه هينضم لقافلة طبية بتلف حوالين العالم، وإنه ما يعرفش هيرجع تاني ولا هيفضل معاهم. وبتتفاجأ جين من كلامه لأنه خبى عنها موضوع مهم زي ده، وإنه ممكن يروح بلد تاني وينساها. وبيعتذر لها جون وبيقول لها إنه ما جاش فرصة مناسبة يقول لها، وبيقول لها إن دي الفرصة المناسبة عشان ياخد خبرات كتير لأنه بيحب يساعد الناس. وبتقول له جين إنها مش زعلانة، وبتجيلها مكالمة من مامتها وبتعرفها إنها كويسة وإن مفيش خطر عليها. وبعدها بنشوف بنت تايهة في المستشفى ومحدش فاضي يساعدها، وبيشوفها سواق التاكسي وبيروح يتكلم معاها، وبتقول للطفلة إن أمها شغالة في المستشفى واسمها وونج. وبعدها يونج بيروح لقسم العناية المركزة وبيروح وراه الصحفي وهو متنكر في لبس دكتور، وبيحذر يونج إنه يصور. وبيبدأ يونج يدور على الكمبيوتر وبياخد أسامي الناس اللي ماتت في الأيام الأخيرة، وبيروح يشوف الأشعة بتاعتهم، وبيكتشف إن في ناس منهم كانت
مصابة بالفيروس، واتصدم إنهم كانوا في أوضة مشتركة، وأكيد نقل الفيروس للممرضين والناس التانيين. وبيحاول يونج يدخل الأوضة بيه اللي كان فيها المرضى، لكن الممرضة بتكلمه من ورا الباب وبتقول له إن المدير منع حد يدخل الأوضة دي. وتاني يوم بيتفاجئ الناس إن التكييفات اتقفلت، وبيستغربوا من اللي حصل، وبيسمعوا إعلان من إدارة المستشفى بيقولوا لهم إنهم شاكين إن الفيروس بينتقل من خلال الجو، وإنهم عاوزين يمنعوا انتقاله من عنبر للتاني. وبيبدأ الممرضين في المستشفى يوزعوا كمامات على الناس، وبيقول لهم أي حد درجة حرارته توصل 38 أو يبان على الأعراض يعزل نفسه في أوضة لوحده. وبنشوف سواق التاكسي بيلبس البنت الكمامة عشان ما تصابش بالفيروس، وبيطمنها إنه هيساعدها تلاقي أمها. وبعدها يونج بيقيس حرارته وبيطمن إن حرارته طبيعية ومش مصاب بالفيروس. وبيروح يونج يقابل رئيسته في القسم، وبيقول لها إنه ما تعاملش مع الحالات مصابة بالفيروس، وبيطلب منها إنه تكتب اسمه في قائمة الناس اللي هتخرج من المستشفى. وبتوعد رئيسته إنها هتحاول، وبتطلب منه يوزع وجبات الغداء على العنابر بما إنه ما عندوش حالات يعالجها لأن في عجز في الموظفين. وبيسمع جون وبيروح وراه على السلم، وبيلومه وبيقول له إزاي عاوز تمشي من المستشفى في وقت زي ده، وبيقول له الدكتور واجبه يعالج المرضى مش يسيبهم ويتخلى عنهم. وبيضحك يونج على كلامه وبيقول له ما يعملش نفسه مثاله وإنه مش مستعد يموت عشان خاطر حد، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح يونج عشان يوزع الغداء وبيستغل الفرصة وبياخد وجباته وبيروح على عنبر بيه عشان يقدر يدخل ويشوف اللي بيحصل جوه. وبيلبس كمامة وزي واقي عشان يحمي نفسه، وبيدخل للعنبر وبيبدأ يسيب الوجبات قدام الأوض. ولما بيوصل للأوضة اللي فيها المصابين بيلاقي ممرضة واقعة على الأرض من التعب، ولما بينده عليها عشان يطمن الممرضة بتقول له إنها كويسة وإنه ما يجربش عشان ما يتعديش. وبيتأثر يونج وبيحس إنه مش قد المسؤولية وإن الممرضين بيعرضوا نفسهم للخطر وهو عايز يمشي. وبيروح يغير الكمامة وبيشوف في التلفزيون أخبار عن دكاترة وممرضين هربوا من المستشفى عشان خايفين على حياتهم. وبيشوف مجموعة من الممرضين رافضين إنهم يعالجوا المصابين بالفيروس علشان خايفين إنهم يتعدوا وينقلوا الفيروس لعيلتهم. وفي ناس منهم رموا هدوم الشغل من الشباك وطلبوا من المستشفى إنهم يخرجوا. وبيجي الصحفي وبيتكلم مع يونج لكن ما بيكونش مركز معاه، وبيسأل يونج إذا كان معاه سجاير، وبيستغرب الصحفي من كلامه لأن يونج دكتور ومش بيدخن ودايما بيخاف على صحته، لكن بيعرف إنه مخنوق من اللي بيحصل. وبيديله سيجارة وبيشوفها يونج على الشباك لأنه متوتر من اللي بيحصل حواليه. وبيقول له الصحفي إنه عارف معلومات مهمة وإن في 5 من الممرضات اصابت بالفيروس واتعزلوا في عنبر بي، لكن يونج ما بيهتمش بكلامه وبيبص له وبيفضل ساكت. وبعدها جون بينده على زمايله الممرضين عشان يتغدوا معاه لكن ما بيرضوش لأنهم خايفين إنه يكون مصاب بالفيروس لأنه مهتم بكل المرضى. وبتيجي جين وبتقول له إنها قررت تاخد أجازة ووقتها هتسافر معاه وبتحضنه، وبتقول له إنها مستعدة تروح معاه أي مكان. وبيتأثر جون بكلامها وبيشكرها وبيبدأ ياكلوا مع بعض. وبعدها جون بيروح يغسل إيده وبيسمع ابن مريض في المستشفى بيكلم أخته عشان تجهز قضية أبوهم لأنهم هيخرجوه من المستشفى. بيروح جون وبيتكلم معاه وبيقول له إن أبوه عنده كانسر ولازم يشجعه إنه يتعالج بالكيماوي، لكن الابن بيرفض وبيقول له إن العلاج هيطول عمره سنة سنتين وهيكلف فلوس كتير وفي الآخر هيموت. وبيصدم جون من كلامه وبيحكي له إن عيلته كلها ماتت في الزلزال ومن وقتها عايش وحيد، وإنه بيتمنى يرجع بالزمن عشان يعيش معاهم أو يشوفهم لو حتى ساعة واحدة. وبيقول لجون إن وقتها هيحسوا بإحساسه وهيندم لكن هيكون الوقت فات، وبيسيبه وبيمشي. وبيتأثر الابن بكلامه وبيحس بالذنب. بعدها يونج بيكون قريب من قسم الطوارئ وبيشوف ممرضة داخلة العنبر، فبيستغل الفرصة وبيدخل وراها. وبيتفاجأ إن المريض اللي عمل له العملية بينقلوه للعناية المركزة، وبيخاف يونج لا يكون هو اتصاب بالفيروس وبيروح يعقم نفسه وبيغسل نفسه بالماء والصابون. ولما بيخلص بيتصل بمراته وبيطمن عليها وعلى بنته، وبيقول لمراته إنه بيحبها ومستحيل يعرض حياة بنته للخطر. وبتحس مراته إن صوته متغير لكن بيوعدها إنه هيرجع، وبينه ينقل مكالمة لكن بيكون حاسس إنه مش هيرجع بيته تاني. وبعدها يونج بيروح للصحفي وبيقول له إن كل المصابين محجوزين في العنبر بي ومفيش خطر على باقي الناس في المستشفى. لكن هو ماشي بيسمع ممرضة بتقول إن في 6 حامل عندها حمى دخلت للمستشفى وشاكين إنها عندها الفيروس. وبيتفاجأ يونج من اللي سمعه وبيروح يتكلم مع رئيسته في الشغل وبيقول لها إنه عايز يخرج من المستشفى، لكن بتقول له عشان اسمك يتكاتب في قائمة الخروج لازم تتطوع في علاج الحالات اللي في العنبر بي، وكمان هتاخد 10,000 في اليوم ودي تعويض عن تعرضك للخطر. وبيحتار يونج وما يكونش عارف هيعمل ايه. وبعدها بيجي ناس تعقم المستشفى عشان يقضوا على الفيروس. وبعدها بنشوف سواق التاكسي وهو بيوزع الاكل على الناس وبيتكلم مع الممرضة وبيسألها عن مكان وونج ام الطفلة، وبتقول للممرضة انها محجوزة في العناية المركزة. ولما بتسمع الطفلة كلامهم بتكون عاوزة تروح
وبيحاول سواق التاكسي يمنعها عشان الوضع هناك خطر وممكن إنها تصاب بالفيروس، لكن الطفلة بتصمم تروح عشان تطمن على أمها، وبيضطر السواق يلبسها الكمامة وبيوصلها لحد باب العناية المركزة، وبيقول لها لما توصل تكلمه وتطمنه. ولما بتوصل لوضع العناية المركزة بتكلم الممرضة من ورا الباب وبتسألها عن أمها، وبتقول لها الممرضة إن أمها تعبانة ومحجوزة ومش هينفع تفتح لها الباب عشان ما تعرضهاش للخطر. وبتفضل الطفلة تعيط وتنادي على أمها. بعدها بيروح جون أوضة التمريض وبيلاحظ إن زمايله خايفين منه، وواحدة منهم بتقوله اللي لازم يحجزوه في عنبر بيه لأنه تعامل مع مرضى واتصاب بالفيروس. وبتسمع جين كلامه وبتدافع عنه، وبتقول إن درجة حرارته عادية وما عندوش أي أعراض، لكن الممرضين بيخافوا على حياتهم وبيصمموا إنهم يحجزوه عشان سلامتهم. وبيحس جون إن زمايله خايفين منه وما بيقدرش يستحمل نظراتهم ليه، فبيقرر إنه يحجز نفسه. وبتفضل جين تبص عليه وهي بتعيط لأنه مظلوم وإنه هيعرض نفسه للخطر. ولما بيدخل جون للعنبر بيلاقيه هادي، وبتطلب منه الممرضة إنه يدخل يدي المريض مصاب بالفيروس حقنة. وبيدخل جون يدي المريض الحقنة وهو خايف وإيديه بتترعش. ولما بيخرج بيغير هدومه وبيروح يعقم نفسه، وبتتصل بجين وبتطمن عليه، وبيطمنها جون وبيقول لها إنه كويس ومفيش خطر على حياته. وبعدها جون بيبدأ يتعود على روتين العنبر، وكل يوم بيتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس وبيحاول يخفف عنهم الألم وبيشجعهم يقاوموا المرض عشان يرجعوا لبيتهم وعيلتهم. أما الممرضين في العنابر التانية خافوا على نفسهم من انتشار الفيروس وحبسوا نفسهم في وادي الاستراحة ورفضوا إنهم يقوموا بشغلهم. ومش شاف الطفلة وهي قاعدة قدام العنبر وكل يوم بتغير الكمامة ورافضة إنها تمشي عشان عندها أمل إن أمها هتخف وهتقدر تشوفها. وبعدها يونج بيتكلم مع بنته وبتقول له إنها فخورة بيه عشان بينقذ أرواح الناس، وبتطلب منه إنه يعالج المرضى بسرعة عشان يرجع لها. وبتأثر يونج من كلامها وبيحس بالمسؤولية، وبتتصل برئيسته وبتقول له إنه يحضر نفسه عشان اسمه اتكتب في قائمة اللي هيخرجوا من المستشفى، وإن في عربية إسعاف هتيجي تاخده الساعة 5. وبيفرح يونج وبيروح يتكلم مع الصحفي وبيقول له إنه هيخرج النهاردة، وبيسأله إذا كان زعلان عشان محبوس بسبب الخبر اللي كتبه. لكن الصحفي بيقول له إنه في حرب ضد الفيروس وواجبه يوصل كل اللي بيحصل لحظة بلحظة، وإنه مش زعلان حتى لو مات وهو بيعمل كده. وبيستهزئ يونج بكلامه وبيسيبه وبيمشي، لكن وهو خارج بيسمع صوت ممرضة بتصرخ. لكن لما بيروح لها بيلاقي المريض اللي عنده كانسر شانق نفسه وبيحاول انه ينقذه، وبيرفع من رجله وبيطلب المساعدة من جين وبيحطوه على جهاز التنفس الصناعي وبيحاولوا انهم ينقذوا حياته، وبيعمل له صدمات كهربائية. وفي نفس الوقت في عنبر بي بتسوق حالة يونج وبيحاول جون انه ينقذ حياتها وبيعملها انعاش قلب، وللاسف الاتنين بيفشلوا والحالتين بيموتوا. وبيخرج يونج وبيتكلم مع ابن الراجل اللي مات وبيقول له انه عمل كل اللي يقدر عليه، لكن في الاخر ابوك مات. وبتتعصب جين وبتبدا تخبط على الممرضين والدكاتره المستخبين في وادي الاستراحه وبتنادي عليهم وبتقول لهم ان زمايلهم مش عارفين ياكلوا ولا يناموا بسبب انهم مش لاقيين حد يشيل عنهم الشغل. وبتبدا جين تعيط وبتقول لهم انهم عارفين من الاول مخاطر الشغل وانهم حالفين القسم انهم ينقذوا المرضى وانهم ما يستحقوش لقب دكاتره. وبتطلب منهم انهم يخرجوا يقوموا بواجباتهم وبتتهمهم بالخيانه والانانيه، لكن الموظفين بيسمعوا كلامها وما بيردوش. وفي نفس الوقت بنشوف جون وهو منهار من العياط عشان ما عرفش ينقذ وونج، وبتصل بحبيبته وبيطلب منها تطلع على سطح المستشفى. وبتيجي ريجين وبتطلع على اخر الدور وبتشوف جون وهو على سطح مبنى تاني وبيشاور لها وما بترضاش تقول له ان المريض اللي عندها انتحر عشان ما يزعلش، وهو كمان ما بيرضاش يقول لها ان زميلتها وونج ماتت. وبتعيط جين وبتقول له انه لازم يستحمل وما يفقدش الامل وان دي اكيد ازمه وهتعدي. وبيطلب منها جون ترجع لشغلها عشان المرضى اللي عندها محتاجينها. وبعد ما بتمشي جين بيقعد جون على الارض وبينهار من العياط وبيكتشف ان درجه حرارته 38 وانه اصاب بالفيروس. وبعدها يونج بيجهز حاجاته وبيغير هدومه عشان يخرج من المستشفى وبيستنى عربيه الاسعاف بفارغ الصبر. وبيقابل رئيسته وبيشكرها إنها كتبت اسمه في قائمة الإخلاء، وبتقول لرئيسته إنهم عارفين مصدر الفيروس في المستشفى وإنه كان عامل في شركة سباكة ونقل العدوى لزمايله. وبتسيبه وبتحضر اجتماع وبيسمع يونج رئيسه في المستشفى وهو بيقول ما فيش جراحين في عنبر بي وإنهم محتاجين متطوعين. وبيفتكر يونج كلام بنته وإنها فخورة بيه وبيقرر إنه يفضل في المستشفى. وبيدخل يحضر الاجتماع وبيقول لرئيسته إنه مش هيخرج وهيفضل في المستشفى. وبتفرح رئيسته وبتحس إنها فخورة بيه. وبعدها يونج بيروح للصحفي وبيقول له على المعلومات، ولما بيشوف مواسير المستشفى بيكتشف إن مكتوب عليها نفس اسم شركة السباكة اللي كان شغال فيها العامل. وبيروح للدار الأرض عشان يتأكد من معلوماته. وبيتصل يونج برئيسته في الشغل وبيقول لها كل اللي عرفه، وبتصدم لما بتسمع كلامه وبتقول له إنها هتبلغ المسؤولين عشان يجوا
تخرجوا عكم المكان. وبعدها مش شاف جون وهو محجوز في أوضة لوحده ومركب جهاز تنفس صناعي بعد ما اصطاب بالفيروس، وبيرفض أي حد من الممرضين يدخله عشان ما يتعديش منه، وبيتكلم معاهم من ورا الباب وبيقول لهم درجة حرارته عشان يتابعوه وما يضطروش إنهم يدخلوا عنده. وبعدها يونج بيكون في عنبر بيه وبيشوفوا ممرضين واخدين جثث من المشرحة ورايحين يتخلصوا منها عشان كان عندهم الفيروس. ولما بيقرأ اسم المريض بيفتكر إنه الشخص اللي عمل له العملية وبيحس بضيق تنفس وبيروح يقيس درجة حرارته وبيتفاجأ إنها 38 وبيعرف إنه اتصاب بالفيروس وبيتصل بالصحفي وبيقول له على اللي حصل وبيطلب منه يحجز نفسه هو كمان ويراقب درجة حرارته عشان ممكن يكون اتعدى منه. وبعدها بيسمع اسمه في الميكروفون وبيطلبوا منه يروح أوضة العمليات عشان محتاجينه في عملية جراحية. وبتكون المريضة حامل وبيحاول يونج يعمل لها العملية وينقذ حياتها وبيحاول ينقذ الجنين بأي تمن، لكن بيحصل لها نزيف وبتكون الحالة حرجة. وفي الوقت ده جون بيحس بالتعب لكن بيستحمل لما بيشوف مريض بيحاول يقوم من على السرير، لكن بيقع على الأرض وبيحاول جون ينادي عليه وما بيكونش حد من الممرضين هناك عشان يساعده، لكن الممرضين بيكونوا مشغولين في عنابر تانية. وبيضطر جون يستحمل الألم وبيروح للأوضة التانية عشان يساعد المريض وينقذ حياته. وبتدخل الممرضة عليه وبيطلب منها جون تجيب جهاز الصدمات الكهربائية وبيبدأ يعمل له انعاش قلب وبيبدأ يكح من التعب وبيحس بالضغط وكان هيغمى عليه، لكن بيرفض يستسلم لحد ما يرجع للمريض نبضه وينقذ حياته. وبيزحف على الأرض لحد ما بيخرج من الأوضة. وفي نفس الوقت يونج بينجح إنه ينقذ المريضة الحامل وبيهنوه زمايله على عزيمته وإصراره وبيكونوا فخورين بيه. وبعدها الممرضين والدكاترة اللي كانوا مستخبيين في وادي الاستراحة بيخرجوا وبيعتذروا لزمايلهم وبيطلبوا منهم يدخلوا يرتاحوا وهم هيكملوا مكانهم وهياخدوا بالهم من الحالات. وبيشوفوا ممرضة بتكلم سواق التاكسي وبتطمن على الطفلة وبتقول له إنها بخير لكن أمها ماتت وهي هتكلم أهلها عشان يجوا ياخدوها. وبعدها بيخرج يونج من أوضة العمليات وبيحس إنه أول مرة يعمل حاجة صح، وبيتصل يونج ببنته وبيقول لها إنه أنقذ حياة مريضة وابنها ومش هيخرج من المستشفى غير لما ينقذ حياة باقي الناس. وبيشوف جون وهو قاعد على الأرض بعد ما أنقذ حياة المريض. ولحد هنا بيخلص فيلم النهاردة. لو عايز فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا سلام.